بسم الله الرحمن الرحيم. سنة أولى طب سوهاج. كل سنة وانتم طيبين. معاكم دكتور أحمد صلاح. إن شاء الله النهاردة هنبدأ أولى محاضرات مادة الهيستولوجي. مادة الهيستولوجي مادة سهلة وبسيطة جدا ومادة مجموعة. يعني إيه مادة مجموعة يا دكتور؟ يعني ما فيهاش لف ودوران، ما فيهاش سؤال يتطلب إن أنت تفكر فيه. هو 1+1=2. فاهم كويس، حافظ كويس، هتدخل الامتحان تقفله بإذن الله. فمش دي المادة، هي مشكلتها انها محطوطة دايما في اول بلوك، وهي ما ينفعش تتاخد غير في اول بلوك لان ده اساس كل اللي جاي ان شاء الله. فمشكلتها في اول بلوك اننا جايين اللغة صعبة علينا، الموضوع لسه جديد، فمش قادرين نواكب السرعة طبعا بتاعة الامتحانات والسرعة بتاعة الشرح، فبنقع دايما فيها. لكن هي مادة ما يتوقعش فيها خالص، وان شاء الله هنقفلها سوا. يا ريت تشاركوا الفيديو لزمايلكم، لان برضو ان انت تبقى سامع محاضرة او سامع فيديو خارجي قبل ما تدخل تقعد في المدرج، دي حاجة بتديك دفعة شوية. هتلاقي نفسك قاعد في المدرج فاهم مرتاح، الدكتور بقى ايه كل كلامه ان انجليش فانت مش تعبان. لكن طبعا لما بتروح لأول مرة واول لقاء مع الدكتور في المدرج بتصاب بالاكتئاب، فطبعا ده فعل مش كويس ان اول يوم في الكلية يبقى يوم اكتئاب. يعني كفاية الايام الجاية. نبدأ كده بسم الله. المادة اسمها هيستولوجي. المادة دي عبارة عن مقطعين. المفروض انا نزلت لكم 5 فيديوهات ميديكال ترمينولوجي، طبعا محدش سمعهم. الاودي كانت بتديني فاصله كده. هيستو يعني ايه يا دكتور؟ هيستو يعني تشو. يعني ايه تشو؟ يعني نسيج. يعني ايه نسيج؟ يعني لو جيت ادردش معاك كده واقول لك قول لي يا ابو حميد، انا هكتب الكلمه او هقول الكلمه بالعربي واترجمها او اكتبها انجليزي، واقول لك قول لي يا ابو حميد، هو جسم الانسان اللي هو الهيومن بودي، تمام، عبارة عن ايه؟ والله هتفكر كده شوية وتقول لي جسم الإنسان عبارة عن مجموعة أجهزة، جهاز عصبي، جهاز هضمي، جهاز ايه؟ تناسلي، جهاز بولي، تمام. فجسم الإنسان عبارة عن مجموعة أجهزة. أقول لك يعني سيستم. سيستم يعني جهاز. تقول لي طيب كل جهاز من دول عبارة عن ايه؟ تفكر شوية تقول لي مثلا لو مسكنا الجهاز الهضمي فهو عبارة عن شوية أعضاء زي المريء، زي البلعوم، زي المعدة، زي الأمعاء، يعني شوية أورجان، أعضاء، صح كده؟ طيب ولو جيت اسالك يا ابو حميد هو العضو ده عباره عن ايه اللي هو الاورجن، هتقول لي يا دكتور بقى بصراحه مش عارف هو العضو عباره عن ايه. يعني انا لو جيت مثلا رسمت ادي المريء وادي الايه المعده، يبقى عندي العضو اللي هو المعده ده اللي هو من اول هنا لحد هنا ده مكون من ايه؟ هقول لك تعالى نبص مكون من ايه. في عندي من بره اهو غلاف، غلاف بيحيط بالمعده، تمام. بنسمي انا هذا الغلاف الايه؟ الكونكتيف تيشو، يعني نسيج الضام. يعني تحت الاورجن حاجه اسمها الايه؟ التيشو اللي هي الانسجه. اه منهم مثلا النسيج الضام اللي انا رسمته لك ده بيعمل إيه؟ ده بيحيط بالمعده من بره، تمام، عشان يحافظ عليه. طب هل عندي انسجه تانية في المعده ولا هو نسيج واحد بس؟ يعني المعده عباره عن نسيج ضم بس بتحافظ على نفسها؟ لا، قال لي ما جوه في عندك برضو نسيج تاني يسمى الماسكولار تيشو او النسيج العضلي، رسمه لك بالاحمر اهوت زي اللحمه اللي هي العضلات. النسيج العضلي ده وظيفته ايه؟ لا، مش المعدة بتنقبض على نفسها عشان تهضم لي الطعام، فالنسيج العضلي ده بينقبض على نفسه علشان يخلي المعدة تنقبض فتهضم لي الطعام، يبقى ده الماسكولار تيشو. ثم في عندي نسيج تاني اسمه النسيج الطلائي او المبطن. هو يعني ايه ان انا اطلي حاجة؟ اطلي حاجة ان انا احط الوش الاخير، فده هو فعلا الوش الاخير اللي اسمه الابيثيليال تيشو او النسيج الطلائي او الابيثيليوم. ده اللي بيحيط او بيبطن المعده. يعني انا لو واكل شويه خضار هنا كده وهينزلوا هنا كده بيبقوا ملامسين لمين؟ للنسيج الطلائي. طيب لو انا جيت اقول لك طب دلوقتي احنا خلاص عرفنا ان الاورجن مكون من مجموعه تشو، يبقى اذا التشو هي الوظيفيه. انت قلت لي نسيج عضلي بينقبض علشان يهضم لي الاكل، يبقى كده هو ده اللي بيقوم بوظيفه الانقباض او وظيفه الهضم. ثم في نسيج طلائي جوه. النسيج الطلائي في المعده وظيفته مثلا انه بيفرز لي حمض ال HCl علشان يموت اي بكتيريا داخله، وعلشان يساعد على امتصاص المعادن، وعلشان يساعد على شغل انزيم البيبسين بتاع ايه؟ هضم البروتينات. يبقى اذا النسيج الطلائي بيفرز لي الاثنين دول، بيفرز لي الاثنين دول. يبقى اذا النسيج هو اصغر وحده بنائيه وتركيبيه في جسم الانسان. اقول لك لا، انت قلت لي النسيج بيفرز دول. طب النسيج بيفرزهم الاثنين، مين آلة الافراز؟ ما هو طالما بفرز حاجتين مختلفتين يبقى في آلة افراز لده وآلة افراز لده، لان ده مكون وده مكون، ده هيحتاج مواد في بناء وده هيحتاج مواد في بناء. قال لي ما هو لسه في مكون تاني تحت التشو اللي هي الانسجه، اللي هي السل، اللي هي الخليه بتاعه جسم الانسان.
فاصغر مكون عندنا الخليه. لو جينا نمسك النسيج الطلائي ده هنلاقيه كده خليه جنب خليه جنب خليه، كل خليه فيها النواهي. دي الخليه بتاعه HCl، ودي الخليه بتاعه البيبسين، ودي الخليه اللي بتفرز لي ميوكس او طبقه مخاط، ودي الخليه اللي بعدها اللي بتفرز لي سكريشن وميه علشان الفلويديتي بتاعه المعده. يبقى اذا اصغر وحده وظيفيه وتركيبيه هي الخليه. خليه بتقوم بوظيفه افراز HCl، خليه بتقوم بوظيفه افراز انزيم البيبس عشان يهضم لي البروتينات. تمام. يبقى اصغر وحده تركيبيه في جسم الانسان هي السل. طيب العلم المختص بدراسه التيشو من بره كده، نسيج عضلي، نسيج عظمي، نسيج غضروفي، نسيج ضام، نسيج طلائي، اسمها الهيستولوجي. لكن علم دراسه الخلايا اللي هي خليه بخليه ده اسمه السيتولوجي. تمام. لان سايت معناها خليه، ما قلت لك انت ما سمعتش ال5 محاضرات بتوع الميديكال ترمينولوجي. طيب يبقى احنا النهارده جايين ندرس محتوى بيتكلم عن دراسة الأنسجة ودراسة الخلايا. طيب أنا عشان أشوف خلية وعشان أشوف نسيج هشوفه بالعين المجردة بتاعتي؟ قال لي لأ، ده أنت بتحتاج ميكروسكوب اللي هو عدسة مكبرة علشان تقدر تشوف بيها هذه الخلية. الخلية اللي أنت شايفها دي الطول بتاعها ده ساعات أو تقريبا 100 مايكرون متر. هتشوف 100 مايكرون إزاي؟ ما تقدرش تشوف 100 مايكرون. يبقى إذا ما تقدرش تشوف خلية. طب هو انا يا دكتور ما اقدرش اشوف ال 100 مايكرون ليه؟ هقول لك دلوقتي. اهدى على نفسك، كل حاجه جايه. لما نبدا كده في اول كلمتين، هندرس محتويين، حاجه اسمها الميكروسكوبي وحاجه اسمها المايكرو تكنيك. ميكروسكوبي يعني ماكروسكوب، يعني ده كيفيه استخدام او دراسه التشو والسل. لو قلت لك ميكروسكوبي قال لي ده استخدام اي ميكروسكوب علشان اعمل تو سيرفيس، اللي هو الماجنيفيكيشن والريزوليوشن. دخلنا في كلام كبير. يعني ايه ماجنيفيكيشن ويعني ايه ريزوليوشن؟ كل الكلام ده بالنسبه لي ملوش اي 30 لازمه. ماجنيفيكيشن يعني النقطه اللي قدامك دي متكبره 40 مره عشان تشوفها، ولما اتكبرت 100 كبرت كده، ولما اتكبرت 400 كبرت كده. يبقى كلمة ماجنيفيكيشن يعني بكبر يعني انكريس في اللينير ديمنشن بتاع الاوبجكت، يعني بزود الابعاد الطولية بتاعة المادة، وزود اوبتيكال ديفكت من غير ما يحصل مشاكل في الرؤية. اوبتيكال يعني رؤية، يبقى بزود الابعاد بتاعة المادة او الشيء اللي قدامي بدون مشاكل في الرؤية، هفضل شايفه كويس برضه. دي الماجنيفيكيشن. طب عندي مصطلح تاني اسمه الريزوليوشن. يعني ايه ريزوليوشن؟ هقول لك تعالى كده معايا. دول ايه؟ هتقول لي نقطة واحدة. هقول لك ودول ايه؟ هتقول لي نقطتين بس لازقين في بعض. طب ودول ايه؟ دول نقطتين. دول هم دول، يعني ده برضه نقطتين وده نقطتين وده نقطتين ومش لامسين بعض عن بعض. لكن الفرق في الريزوليوشن. ايه الفرق في الريزوليوشن بقى؟ قال لي الريزوليوشن يعني القدرة بتاعة الميكروسكوب انه يفرق بين التفاصيل الدقيقة. يعني ايه؟ مش فاهم. هجيب لك الجدول اللي تحت ده، اقول لك في حاجه اسمها عندي معامل الدقه اللي هو ال LR او معامل الريزوليوشن. بيقول لي ان ال LR بتاع الهيومن اي 200 مايكرومتر. يعني ايه؟ يعني الاي تقدر تشوف النقطتين مش نقطة واحدة لما تكون المسافة بينهم أكبر من 200 مايكرومتر. طب أنا لسه من شوية قايل لك الخلية بتبقى حوالي تقريبا 100 مايكرو. يبقى إذا عين الإنسان ما تشوفش الخلية. المايكروم يا بنكتبه ميو كده يا بنكتبه يو عادي يعني. يبقى 200 مايكرون ده معامل الدقة بتاع العين المجردة، ما تقدرش تشوف نقطتين إلا لو كانت المسافة بينهم أكبر من 200 مايكرون. أقل من كده ما أقدرش أميز إن هما نقطتين وأشوفهم نقطة واحدة. طب ال LR بتاع اللايت مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الضوئي، قال الميكروسكوب الضوئي ميكروسكوب غلبان، الريزوليوشن بتاعه 24/100 مايكرون، اللي هو لو ضربت في 1000، لأن الواحد ملي في 1000 يساوي 1000 مايكرون، والواحد مايكرون في 1000 يساوي 1000 نانو، فلو ضربت ده في 1000 هيبقى 240 نانومتر، علشان لما تشوفها في الMCQ ما تغلطش. يبقى ال 24/100 مايكرومتر هي 240 نانومتر. اللايت مايكروسكوب يقدر يوضح لي النقطتين لو المسافة بينهم أكبر من 24/100 مايكرومتر. طب الإلكترون بقى لا، الإلكترون ده جايبها من الآخر، ده بيبين إيه؟ لما يكون في نقطتين المسافة بينهم 24/100 نانومتر. طب تخيل كده خلية 100 مايكرون، خلية 100 مايكرون. اللايت مايكروسكوب بيشوف لحد كام؟ 240 240 نانو. يبقى إذا هيشوف
الخليه كويس، هيشوف المحتويات بتاعتها بس منين؟ من بره. طب لو حاجه جوه الخليه اقل من كده، قال لي لو حاجه جوه الخليه اقل من كده يبقى انت محتاج الالكترون ميكروسكوب، لان الالكترون ميكروسكوب بيشوف لحد 24 نانومتر، فده هيجيب لك التراكيب الداخليه. يعني لو قلت لي ده عضي جوه الخليه اسمه الميتوكوندريا وصغير كده، لا ده انا الميتوكوندريا ده انا هوضحه لك كده وبين لك الغلاف بتاعه وبين لك التراكيب الداخليه بتاعته. ولو عايز تشوف كمان جوه التراكيب اللي هي التراكيب المركبه للتراكيب الداخليه برضه هتشوفها، لان انا بشوف ايه؟ بمعامل دقه 24 نانومتر. يبقى الجدول ده كده حفظ، انت ده اللي انت فهمته. وان انت دلوقتي عرفت ان الريزوليوشن ممكن يجي لك كتعريف ان دي قوه الميكروسكوب، انه يفرق ما بين الفاين ديتيلز، وان الماجنيفيكيشن ده اننا نزود اللينير ديمنشن وزود اوبتيكال ديفكت. دول كده تعريفين عايزين نعرفهم، وشرح الايه؟ لميكانيزم عمل الميكروسكوب. طب عايزين نعرف انواع الميكروسكوب. في عندنا اللايت ميكروسكوب، في عندنا الالكترون ميكروسكوب. اللايت ميكروسكوب عندنا بيبقى عباره عن 3 انواع باستخدامهم او بانهم بيستخدموا ضوء. تمام. حاجه اسمها اللايت او الاوردينري لايت ميكروسكوب، وحاجه اسمها الفيز كونتراست ميكروسكوب، وحاجه تحت لوحدها كده اسمها الفلوريسنس ميكروسكوب. بس عندي بقى بعد كده الالكترون ميكروسكوب اللي هو بيستخدم الايه؟ شعاع الالكترونات. نيجي للاوردينري لايت ميكروسكوب، انا بتكلم في تفاصيل بسيطه جدا، حاجات ما تحملش عبء فوقك ومعلومات ملهاش لازمه. الاوردينري لايت ميكروسكوب ده بيستخدم الداي لايت اللي هو اللايت العادي الارتفيشال، اللايت بتاع اللمبه، تمام، للاضاءه. طيب مكون من ايه؟ قال لي عباره عن 3 عدسات، حاجه اسمها الكوندنسر، حاجه اسمها الاوبجكتيف، حاجه اسمها الاي. الاي لينس او الاي بيس يبقى دي اللي ناحيه العين، دي اللي انا هحط عيني عليها عشان اشوف. ثم عندي الكوندنسر، الكوندنسر دي اللي الضوء جاي من تحت بيسقط على السبيسيمن اللي انا حاططها، الشريحه اللي انا حاططها اهي، علشان يعدل فوق لعيني فاشوف. طيب يبقى محتاج انا هنا عدسه علشان تجمع لي هذا الضوء، فسميها الكوندنسر. ثم عدسه فوق الشيء علشان تكبر لي الشيء، اسميها الاوبجكتيف. اوبجكت يعني شيء، فاوبجكتيف يعني العدسه الشيئيه اللي هي فوق الايه؟ فوق السبيسيمن او فوق العينه على طول. تمام. يبقى عدسه، عندي عدسه بتتحط قدام العين، عدسه بتجمع الضوء، وعدسه اوبجكتيف دي اللي بتشوف الشيء. ثم عندي نوع تاني من الميكروسكوب اسمه الفيس كونتراست ميكروسكوب. اهم سؤال ام سي كيو بيجي فيه انه اوبسيرفنج الليفنج سيل، الخليه الحيه اقدر اشوفها بالفيس كونتراست ميكروسكوب، لان السؤال بيجي لك في الاخر ام سي كيو بيقول لك ميكروسكوب بيرمت الدايركت اوبسرفيشن بتاع الليفنج سيل، ان انت خليه حيه او بكتيريا تيجي تحطها قدامك او بارازايت تيجي تحطه قدامك تلاقيه بيتحرك وعايش وبيروح وبيجي زي الديدان اللي تبقى تشوفها يقول لك دي ديدان تحت الميكروسكوب، ده اسمه الفيس كونتراست ميكروسكوب. فكره عمله والكلام ده عدي اقلب، ده ملوش لازمه. يبقى ده observing الليفنج ايه؟ living cell. طيب بيشوفها ازاي؟ بيشوفها لايتر اند دارك. يعني ايه يا دكتور؟ قال لي يعني بيشوفها نقط فاتحه ونقط غامقه زي ما انت شايف كده، حته ايه؟ حته سوداء حته بيضاء، حته سوداء حته بيضاء، حته فاتحه حته غامقه. طيب بعد كده عندي الفلورسنت ميكروسكوب. الفلورسنت ميكروسكوب كل اللي انت تعرفه اننا بنستخدم هنا الترا فايلوت راي، الترا فايلوت راي اللي هي اشعه فوق البنفسجيه. طيب كاتب لي بقى هو ايه خلاصه الكلام ده؟ ايه اللي كاتب لي خلاصه الكلام ده؟ ان الماده اللي انا بستخدمها اسمها الفلورسنت، او الظاهره عندي اسمها الفلورسنس. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ماده مشعه اسمها الفلورسنت بستخدمها وبحطها على الاشياء، تمام. ثم اسلط اشعه فوق بنفسجيه فلاقي اللون ايه؟ زي ما انت شايفه كده، لون زاهي كده، تمام. فبيقول لي هنا ان الفلورسنس ستين بتدي افينيتي لبعض المايكرو مولكيول زي الدي ان اي والار ان اي، تمام. فلما بسلط عليهم الاشعه فوق البنفسجيه يبدا يظهر لي الوان مختلفه، كل طبعا ماكرو مولكيول له لون معين تحت الاشعه فوق البنفسجيه المصبوغه بالفلورسن. بس كده. يبقى الفلورسن ميكروسكوب بستخدم الترا فايولت راي، بستخدم ماده اسمها الفلورسن، بس كده، تمام. طيب برضو هنا حتة يعني ايه ممكن تعرفها، ان هنا بيبقى المادة اللي مصبوغة بتبان بريلانت يعني مادة زاهية او لمعة زي ما انت شايف كده، والخلفية بتبقى باك جراوند بلاك، تمام، او دارك. بالنسبة للالكترون ميكروسكوب في عندنا 3 انواع من الالكترون ميكروسكوب. ما تستغربش ان انا باجي في جمل بقول لك دي ملهاش لازمة، ده ملهاش لازمة فعلا لانه عمال يشرح لك طريقة عمل الميكروسكوب. هو انت هنا مهندس ميكروسكوبات، تمام، انت محتاج معلومه عن كل ميكروسكوب. المعلومه الطبيه انا بديها لك ان ده بستخدم في الالترا فايلوت، فلما يجي يقول لي الترا فايلوت مايكروسكوب هقول له الفلورسنت ميكروسكوب. اللي بيستخدم فلورسنت سبستانس
الفلوريسنت مايكروسكوب. تمام، اللي بيستخدم في او الماده فيه اللي هي الفلوريسنت سبستانس ابير بريلانت ويز دارك باك جراوند، يبقى ده الفلوريسنت مايكروسكوب. يبقى الموضوع سهل وبسيط. طب الالكترون مايكروسكوب عندنا 3 انواع. حاجه اسمها الترانسميشن الكترون مايكروسكوب، وده هتعرف ان هو بيعمل اكزامين للفاين ديتيلز بتاع الخلايا والتشو. ده بيجي من فوق كده اسمه ترانسميشن، بيمشي عليها بيمسحها كلها فيجيب لي كل الفاين ديتيلز. معامل الانكسار بتاعه اللي هو الالكترون مايكروسكوب 24 من 100 نانومتر. تمام، يبقى الموضوع بسيط وسهل جدا. بستخدم ايه في الترانسميشن؟ الكترون بيم، هو اسمه الكترون مايكروسكوب. يبقى كل الايه اللي بستخدمه فيه اللي هو شعاع الالكترونات. يبقى الترانسميشن الكترون مايكروسكوب فاين ديتيلز اوف السيل اند ايه اند التيشو. نفرقه بينه وبين الايه النوع الثاني اللي هو السكاننج. السكاننج يقول لي الديتيلز بتاعت السيرفيس، تمام، والكونتورز اللي هي تفاصيل الخليه من بره، تمام، سطح الخليه. ده يجيب لي سطح الخليه. شوف جايب سطح الار بي سيز والحاجات التانية ازاي، جايب سطح خليه هي عامله ايه، فيلاي اهداب زي الخلايا بتاعت الجهاز التنفسي. فده سكاننج، يبقى سيرفيس كونتورز بتاع الخليه، الحاجات الخارجيه بتاع الخليه. تمام كده. لكن الترانسميشن يقول لي بيجيب الديتيلز بتاعت الخليه من فوق كده بيمسح الخليه. طيب في عندي حاجه تانية اسمها الهاي فولتج الكترون مايكروسكوب، وده طبعا حاجه كده متطوره غاليه جدا. تمام، بنستخدم فيها السكشن او العينه بتكون سمكها كبير شويه 5 مايكرومتر، وبنستخدمه في دراسه الاشياء الحيه. يعني ممكن تشوف حاجه حيه بهذا الهاي فولتج الكترون مايكروسكوب. ده مش الكترون مايكروسكوب عادي. تمام، ده كده جسمه صغير. انت شايف ده الكرسي اللي الراجل بيقعد عليه، شايف بقى الميكروسكوب طوله عامل ازاي. فده طبعا جهاز عملاق جدا، وتقريبا مش موجود منه غير كام قطعه في العالم يعني. طبعا مصر مش من ضمنه. طب المايكرو تكنيك بقى، مايكرو تكنيك اللي هو ازاي بقى انا ايه هدرس الحاجات الصغيره دي. الحاجه الصغيره عشان تدرسها محتاج الاول تجهزها. تمام، فعندي تو ميجور تكنيك. حاجه اسمها التيشو كالتشر، وده انا جبتها لكم في الاول عشان نخلص منها. يعني ايه تيشو كالتشر؟ قال لي دي فيترو ستادي، يعني بدرس بره جسم الانسان. الفيفو اللي هو جسم الانسان، الفيترو اللي هو بره جسم الانسان. فبقول لي هنا احنا بناخد عينه، قطعه من تيشو من نسيج. زي ايه يا دكتور؟ زي بص كده قدامي، ادي قطعه بقطعها من نسيج اهي. طيب وبعدين القطعه دي بعمل فيها ايه يا دكتور؟ قال لي والله القطعه ده اهي بنقوم رايحين حاطين عليها تريبسن. تمام، القطعه دي بنعالجها بماده اسمها تريبسن. التريبسن دي بتعمل ايه؟ قال لي دي بتفصص التيشو. الخلايا بتبقى متصله ببعضها، لا ده بيخلي الخلايا تسيب من بعضها. يعني المفروض النسيج عندي رسمته كرسمه نسيج كده، ادي خليه جنب خليه جنب خليه جنب خليه، وساعات الخلايا دي بيبقى بينها اتصالات كده، وساعات بتبقى عايمه بس مرتبطه بايه، بكتله النسيج. انا لما احط عليها تريبسين كل ده بيتفك، ففي الاخر يطلع عندي خليه هنا وخليه هنا وخليه هنا. فلاقي الموضوع ايه، سهل ان انا اخد شويه خلايا بقى. وبعدين قال لي ببدأ أزرعهم على طبق. تمام، بيبقى قدامي طبق كده، الطبق ده بيبقى فيه مواد مغذية. أنا بعمل كده ليه؟ أو بعمل التيشو كالتشر ليه؟ دايما التيشو كالتشر علشان أحدد نوع البكتيريا، أو ده يعني الأغلبية العظمى ليه، أحدد نوع البكتيريا الموجودة في العينة. ساعات كده جرح في رجل مثلا، شخص عنده دايابيتس، فالجرح ده جرح عميق ومش راضي يلم وفي انفكشن، في عدوى. طب انا عايز دلوقتي عمال ادي مضادات حيويه، مش عارف المضادات الحيويه كل ما كانت سبيسيفيك، يعني مضاد حيوي خاص بهذا الاورجانيل يقوم مموته، بالكائن ده يقوم مموته. طيب انا بعمل ايه؟ بقوم رايح واخد مسحه، واخد قطعه، واخد حته من مكان الجرح ده، من الجرح ده، ورايح زارعها. زارعها ليه؟ زارعها عشان اوفر بيئه مناسبه للبكتيريا الموجوده في هذه السبيسيمن انها تكبر. حد يقوم قال لي طب ما بتاخدهاش ليه تحطها تحت الميكروسكوب؟ هموت البكتيريا. لازم البكتيريا يبقى كميتها كبيره عشان اعرف اخد منها جزء، او اخد منها فتبان لي تحت الميكروسكوب. لكن الحاجه اللي انا باخدها دي بقى فيها حاجه بسيطه خالص، لان باخد من فوق من على الوش، الانفكشن تحت جوه. طيب فاقوم رايح زارعها، فاقوم رايح جايب طبق فيه كل النيوتريشن اللي البكتيريا دي عايزاها. تمام، وابدا اعمل ايه بقى؟ قال لي ببدا اعمل او افرد بالطريقه اللي هو بيقول لي عليها دي فوق، اللي هي البرايمري سكندري واستابليش لاين. تمام، بتعمل ايه؟ والله بتقوم رايح جايب، انت خلاص بقى واخد المسحه في ايدك، فتقوم رايح فارشها كده. تمام، يعني عامل خط كده. طب وبعد كده جاي من الخط ده خلاص منضف بقى المعلقه دي او راميها اللي انت كنت بتفرد بيها والخشبه، وتقوم رايح عامل خط من ده فرده كده فيبقى ارفع منه، ثم تقوم عامل خط من ده. ليه؟ الخط ده بقى منطور كده، بتستنى بقى ده اهو ان هو ينمو في البكتيريا، وتقوم رايح شايفه بقى تحت الميكروسكوب. تمام كده.
طبعا بيقول لي ان الكالتشر ده بنستخدمه في دراسة التوكسيك سابستانس، ان لو في مادة مسمة ولا حاجة او في كلونز من الخلايا، تجمعات من الخلايا زي البكتيريا مثلا. وطبعا الدراسة بتبقى في الاستابليش سيل لاين اللي هو الخط الاخير ده. طيب بالنسبة للاكزامينيشن، خلاص كده احنا عرفنا التيشو كالتشر ده اللي هو مايكرو تكنيك عشان تطلع بكتيريا تدرسها، وده بيبقى في فيترو بره الخلية، الفيفو داخل الخلية، تمام، ده بيبقى ان فيترو. طيب في عندي حاجة تانية اللي هو examination of the fixed tissue and the cell. هنا قال انا ثبت الخلية، حطيت مادة على البكتيريا، عملت اي حاجة؟ لا، انا ساعدتها انها تنمو وبعد كده شفتها تحت الميكروسكوب. طب يعني هتموت؟ لو سبتها هتموت. لا، هنا بقى انا عايز اجيب تيشو وخلية اثبتها واقدر ادرسها الشهر ده والشهر الجاي والسنة الجاية والسنة اللي بعدها، زي ما هتروحوا معمل هيستولوجي وتلاقوا هناك شرايح كتير جدا. بيقول لي examination of the fixed tissue، هنعمل ايه بقى؟ قال لي والله هتجيب عينة من تيشو من نص لواحد سنتي، تمام، خلي الجراح يشيلها لك كده او يطلعها لك، وتبدا تعمل عليها تكنيكس معينه علشان في الاخر تشوفها تحت الميكروسكوب. في عندنا 5 تكنيكس، حاجه اسمها البرافين، حاجه اسمها الفروزن سيكشن، حاجه اسمها الفريزنج دراينج تكنيكس، وحاجه اسمها الالكترون او البريباريشن الالكترون ميكروسكوب، دول كلهم لاين، وحاجه اسمها السبيشال تيشو بريباريشن. طيب هنبدا بالبرافين تكنيك، ودي الاوردينري تكنيك، ودي اللي بنعملها في كله، ودي اللي اي سلايد او اي شريحه هتمسكها في المعمل عشان تحطها تحت الميكروسكوب معموله بالبرافين تكنيك. اول حاجه بنبدا ناخد عينه اللي هي التيشو سامبلنج اللي احنا قلنا عليها فوق دي. طب وبعد كده بعد ما بناخد تيشو سامبلنج، العينه اللي احنا واخدينها دي حته لحمه، حته اللحمه دي ممكن تعفن، تمام، ممكن تبوظ، ممكن تتحلل يحصل لها اوتولايسيس، ممكن تحصل لها شرينكج وتنكمش على نفسها، ممكن محتوى تبقى تفضل كويسه بس محتويات الخلايا اللي جوه تبوظ، فانا عايز احطها في ماده حافظه. ده الجراح ممكن يشيلها في المستشفى بتاعته ويبعتها لي المعمل في بلد تانية، فعلى ما تتعبى وتجيلي وتروح يكون كل ده حصل لها، فانا عايز احطها في ماده تحفظها. لما تروح ان شاء الله معمل المشرحه بتاع الاناتومي هتلاقوا هناك الجارات. يعني ايه الجارات؟ دراع عيل، عظمه معينه، عضله معينه، حاطينها كده في مربع وحاطين في ميه، ماده زي الميه كده. الماده دي اسمها فورمالين. الفورمالين دي ماده حافظه بتمنع كل الكلام ده، تمام. فاول ما بناخد الحاجه بنقوم صابين عليها فورمالين. طب الفورمالين ده ممكن يكون زياده، فبيقول لي اعمل لها واشنج عشان لو في اكسس فيكسيتيف اللي هو الفورمالين يروح. طيب عايز اشرح لك حاجه هنا كده سريعا بحيث تفهمنا اللي بيحصل. اللي قدامي ده دلوقتي العينه اللي انا خدتها كنسيج يعني، وادي الخلايا اللي موجوده في العينه اهي، تمام. انا طبعا مش شايف حاجه بس انا بوصف لك يعني. الخلايا دي بيبقى ما بينها ميه، تمام، ما هو السائل اللي موجود في الجسم والسائل اللي موجود في اي جسم عباره عن ميه، فالخلايا دي بينها هنا كده ووتر، ميه. طيب الخلايا دي بينها ميه، لو الخلايا دي انا سبتها شويه الميه دي هتطلع منها. طب هيعمل ايه؟ الخلايا دي هتتجمع مع بعض، لما تتجمع مع بعض تعمل لي شرينكج يعني تنكمش. لما اجي اشوفها تحت الميكروسكوب ما اقدرش اشوفها لان الخلايا راكبه فوق بعضها، فما ينفعش الكلام ده. انا عايز امنع الايه الشرينكج اللي بيحصل ده. قال عشان تمنع الشرينكج ده تشيل الميه. يعني ايه تشيل الميه؟ يعني تخرج الميه وتحط ماده تانية تحل محل الميه، فتفضل الخلايا او المسافات بين الخلايا متحافظ عليها. قال لي ايه الماده دي؟ قال لي الكحول. الكحول اللي بيشيل الميه، تمام. فهتحط الكحول. قمت جايب العينه وحته اللحمه غمسها في الكحول. قال لا، غمستها في الكحول لقيت حصل شرينكج والخلايا ركبت فوق بعضها برضه. ليه يا دكتور؟ طب ما انا عملت زي ما انت قلت لي اهو، شلت الميه. قال لي ما انت ما خدتش بالك من حاجه، ما انت قمت شايل الميه كلها مره واحده فقامت منكمشه، وبعدين انت مدخل الكحول، دخل كميه ضئيله جدا. قال لي فبنستخدم حاجه اسمها ascending grade of الكحول، يعني كحول متدرج. استخدم الكحول مثلا 50%، يعني كحول تركيزه 50%، بعد كده كحول تركيزه 70%، 90%، بعدين 100%، علشان اوصل في الاخر لايه؟ ان انا اشيل الميه واحط مكانها الكحول بالاحلال بدون شرينكج. يبقى الاسندنج جريد اوف الكحول لازمتها ايه؟ بريفنت الشرينكج اوف الايه السبيسمن، بريفنت الشرينكج اوف السبيسمن، ان انا امنع الانكماش بتاع الايه العينه. اسندنج جريد اوف الكحول. طيب العمليه اللي احنا بنعملها اسمها ايه، او الطريقه اللي احنا متبعينها دلوقتي او التكنيك اسمه بارافين تكنيك. هو اسمه ليه بارافين؟ قال لي بارافين عشان كمان شويه هنا هقوم قايل لك ايه؟ بنعمل امبيدنج في بارافين واكس، شمع اسمه شمع البارافين. عشان اسمه شمع البارافين اتسمت العمليه كلها بالبارافين. يقول لي دلوقتي السبيسيمين موجود جواها ايه؟ موجود جواها الكحول مش موجود ميه. قال لي في مشكله، الكحول والبارافين لا يتفقان، الكحول ما بتحطش في البارافين،
تمام. طب ما دي مشكله، ده انا هغمس اصلا العينه دي كلها او بعمل كل الكلام ده عشان احطها في بارافين، وهفهمك ليه دلوقتي. طب دلوقتي في مشكله، لازم نشيل هذا الكحول. هتشيله ازاي؟ قال لي هشيله بماده اسمها الزيلول. الزيلول دي ماده بتشيل الكحول، بتحل محله، وفي نفس الوقت حلوه او متفقه مع البارافين واكس، يعني هتحب البارافين، فتقوم رايحه شايله الكحول وداخله مكانه. وبعد كده نقوم رايحين حاطين البارافين. حد قام سأل سؤال ذكي وقام قايل لي طب يا دكتور من الاول ليه ما حطيناش الزيلول؟ قال لي عشان الزيلول ما بتردش الميه، فاحتجت وسيط يطرد الميه وبعدين انا اطرده. تمام. فجبت الكحول اللي طرد الميه وبعدين انا طردته بالزيلول وبعدين حطيته في البارافين. كل خطوه من اللي انا قلتها دي ليها ايه؟ ليها عمليه. فبص معايا كده. قال لي انا عملت ووشنج، قال لي هبدا اعمل ديهايدريشن. الديهايدريشن يعني ايه؟ يعني انشف. انشف يعني اشيل الميه. فبستخدم ascending جريد اوف الكحول عشان يعمل ايه؟ اكتب تو بريفنت الشرينكج، اللي هي اخر جمله دي، بريفنت الشرينكج. تمام. طيب بالنسبه للكليرنج، كليرنج يعني هنضف بقى، هشيل الايه او هعمل ريبليس للالكحول بماده سولفنت، ماده بتدوب في البارافين واكس ده، عشان انا عايز الدنيا تبقى متجانسه مع بعضها. فاستخدم طبعا ماده الزيلول في الكليرنج. ممكن يجي يقول لي كده ان الكليرنج بروسيس بريبليس الكحول باي نقط، واديني اختيارات زيلول. فانا اعرف كل عمليه دهيدريشن اسندنج جريد اوف الكحول، كليرنج زيلول. حاجه اسمها بقى الامبرينيشن. امبرينيشن ان الشمع اللي انا جايبه ده كتل، فانا عايز اسيحه عشان هصبه على العينه، فبعمل امبرينيشن في اوفن في فرن درجه حراره 50 ل 55. طلع معايا الشمع بجيب مربع زي ده كده واقوم رايح حاطط فيه العينه اهي، واقوم صابب فوقها الشمع. تمام. فاعمل امبيدنج، ان انا امبيدنج اغمسها في الشمع. امبيدنج يعني يغمس. تمام. اغمزها في الشمع وبعد كده اطرده، اسيبه يعني اتركه يبرد، فيظهر لي الشمع الايه المربع ده في الاخر. المكعب ده عباره عن ايه دلوقتي؟ عباره عن ادي الشمع وادي السبيسيمن في النص اهي. تمام كده. طيب انا عايز ايه؟ انا دلوقتي عايز في الاخر اطلع بشريحه، شريحه سمكها من 10 ل5 مايكرومتر، علشان لما تتحط تحت اللايت ميكروسكوب وابص الضوء يخترقها، فلما اخترقها انا اشوف المحتويات بتاعتها. فعلشان كنت اجيب السبيسيمن كده واحاول اقطعها بالسمك الرفيع جدا ده، مش هعرف اقطعها ازاي. تمام. فلازم أن تبقى مكعب كبير معايا احطه في مكنه تتقطع. عارف عامل شبه ايه؟ شبه الجبنه الرومي او اللانشون او اي جبنه بتتقطع شرايح. جيب حته كبيره يحطها على الجهاز يقعد يقطع منها شرايح ويتحكم في السمك بتاعها. فانا حطيتها في مربع علشان هبدا اقطع 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 لحد ما اجي للسبيسيمنت، تقوم جاي عندي شريحه كده. تبقى الشريحه دي من بره اللي هو البارافين اللي هو الشمع، ومن جوه كده السبيسيمن ورقياه الضوء يعرف يدخل فيها ويبين لي بقى الخلايا. طيب في الاخر طبعا بعمل عمليه سيكشننج اللي هي عمليه التقطيع على الجهاز اللي انت شايفه ده، واخد الايه الحاجه اللي طلعت دي افردها على سطح الميه، وبعد كده اعمل عمليه ماونتنج اللي هو اجيبها على ازازه. تمام. اجيب ازازه واقوم واخدها عليها كده، فبقت قدامي اهي. شوف بقى هنا ده شمع اهو، ادي العينه المقطوعه. تمام. وادي جزء منها كمان اهو، وادي جزء تحت اهو. تمشي بقى بالميكروسكوب على كل ده تشوف الخلايا وتشوف مكوناتها وتشوف كل حاجه. بس طبعا لازم من الاول اعمل ستيننج، ان انا اصبغ، وهنتكلم عن الستيننج دلوقتي ان انا ازاي بصبغ وايه الاصباغ اللي بستخدمها. في طريقه تانية اسمها الفروزنج تكنيك او الفروزنج سيكشن الاول. طيب الفروزنج سيكشن دي حلاوتها في ايه؟ قال لي دي بتدينا حاجه فيكسد، يعني حاجه زي البارافين تكنيك ولكن بسرعه شويه، علشان اعمل عليها انزيم هيستيوكيمستري. تمام. ان انا احط انزيم، وانا هشرح لكم دلوقتي الكلام ده في الستيننج، ان انا احط انزيم واصبغها وكده يعني. فده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي بريبير لفريش اند فيكسد سيكشن. فريش اند فيكسد سيكشن. تمام كده. ايه مشاكله؟ مشاكله ان انت بتجمد، بتعمل فروزنج، ففي بلورات تلج بتتكون داخل الخليه، وده طبعا مش كويس. كمان صعب ان انا ايه يعني الحاجه دي تبقى متوفره قدامي، الجهاز بتاعها ده طبعا غالي. طيب بالنسبه للطريقه الثانيه اللي هي الفريزنج دراينج تكنيك او الفريز دراينج تكنيك، دي زي البارافين تكنيك بالظبط، او هي في الاخر بنحصل على نفس نتيجه البارافين تكنيك، بس بفكره اننا بنعمل فريزنج للليكويد درجه حراره قليله جدا. تمام. اللي هو بنجيب العينه وبنعملها فريزنج درجه حراره قليله جدا، ونسخنها مره واحده، فالميه بتتطاير والتشو يقوم داخل في البرافين. يعني انا جبتها حته تلج. تمام. وقمت حاططها في البرافين وقمت حاططهم في الفرن، بقت الميه عماله تطلع
والتيشو عمال بينزل في البرافين، فيبقى في البرافين في الاخر وخلاص. تمام. بس طبعا هنا الهيموجينوس والسولوبل ماتيريال، الحاجات اللي بتدوب في الميه والحاجات الهيموجينوس، كل ده بيطير، يعني بنفقد شويه من المحتويات اللي احنا المفروض نشوفها، فطبعا ده مش كويس. انا بعمل عشان اشوف كل حاجه. طيب بيقول لي هنا ازاي بحضر بالالكترون ميكروسكوب. نفس الكلام بقى، بعمل فيكسيشن، بس الالكترون ميكروسكوب في شويه اختلافات في الايه، في الحاجات يعني. وانا بعمل فيكسيشن بستخدم حاجه اسمها جلوتاردهايد 4%، وبعد كده استخدم الفيكسيشن ل 1% اوزميك اسيد لمده ساعه. كل ده كلام في الفاضي بقى، اللي فوق هو اللي بتسال عليه. ديهايدريشن بالالكحول، الكليرنج مش بالزيلول من ماده اسمها البروبيلين اوكسايد، الامبيدنج بستخدم ماده اسمها الايبوكسي ريسن، ما بستخدمش هنا البارافين بقى. فانت اللي هو ممكن ايه يعني، لو حبيت تحفظ يعني هتحفظ الكلام اللي هو مختلف. تمام. الماونتيننج طبعا الترا سين سيكشن، يعني مش بقى حته ازازه رفيعه وخلاص، او حته ازازه سمكها صغير، ده الترا كمان، يعني ارفع بقى حاجه، لان ده طبعا الكترون هيدخل يبين لي تفاصيل فظيعه يعني. بعد كده بعمل ستيننج، وهنشرح الستيننج دلوقتي عامه يعني. بديني هنا بس معلومه، بيقول لي ايه الاوزميك اسيد ده فيكسيشن، وفي نفس الوقت له افينيتي للليبيد ستراكشر، فممكن استخدمه كستين برضه. يعني الاوزميك اسيد فيكسيشن، وفي نفس الوقت يعني صبغه للدهون، ان هو بيبين لي الدهون. طيب في عندي بقى سبيشال تيشو بريبيرنج، حاجه اسمها الفيلمنج، حاجه اسمها السميرنج، حاجه اسمها تيسنج، سبريدنج، الجريندنج. كل ده في الفاضي. تمام. يعني كل ده ايه، ما ملوش لازمه يعني. بالنسبه لنا الفيلمنج عشان البلاد فيلم، السميرنج علشان البون مارو سمير، التيسنج عشان خاطر النيرفس والمسل، يعني ده اللي ممكن تعرفه فيه يعني. السبريدنج عشان خاطر الكونكتيف تيشو. تمام. الجريندنج عشان خاطر البون، وبس كده. طيب بالنسبه للستين او الصبغه، الستين ان انا بستخدم كولرنج ايجنت، اللي هو ماده ليها لون، علشان تعمل بنتريت وتخترق التيشو وتديله اللون ده، فانا لما اجي اشوف اللون ده. طيب في عندي صبغه اوردينري، صبغه روتين بستخدمها في كل الشرايح، اسمها الهيماتوكسلين اند ايوسين، اللي هو برمز لها بالرمز اتش اند اي. ايه الهيماتوكسلين اند ايوسين ده؟ الكلام اللي تحت ده يعني كلام في الفاضي. تمام. بيعرفك الهيماتوكسلين ده اسمه ايه، والجروب اللي بياخد الهيماتوكسلين يبقى اسمه ايه. تمام. فكلام في الفاضي يعني، كلام بالنسبه لنا مش مهم ومش مصدر اسئله. كلام اللي هو انا عايز اعمل كتاب هيستولوجي عام، لكن انا بعمل لكم الكتاب بحط محتوى الجامعه كامل، يعني انا ما بشيلش حاجه علشان هي تبقى قدامك. انا ما ببقاش حرمتك من معلومه او مش موجوده قدامك، لكن الحاجات دي ما بتبقاش مهمه. نعرف ان عندنا صبغه اوردينري اللي هي الهيماتوكسين انديوسين، اللي بسميها بيزوفيليك اند اسيدوفيليك ستين. يعني ايه بقى الكلام ده؟ قال لي والله بص، الهيماتوكسين دي ماده بيزك، ماده قاعديه، فبالتالي لو شافت استراكشر او تركيب في الخليه حامضي هتروح تربط فيه. دي ماده قاعديه، وحمض وقاعده يرتبطوا مع بعض، فبقول لي دي ماده قاعديه، لما تشوف حاجه اسيدك تروح ترتبط فيها. طب الحاجه الاسيدك اللي ارتبطت في الحاجه البيز دي مش نسميها محبه للبيز؟ فكلمه بيزوفيليك ستراكشر هي الاسيدك ستراكشر اللي ارتبطت بالبيزك داي اللي هي الهيماتوكسلين. فبيزوفيليك، فيليك يعني محب، عشان هناخد كمان شويه فوبيك يعني كاره، فبيزوفيليك يعني محب للقواعد. فبننسى بقى خالص اسيدك ستراكشر دي، وبنقول ان البيزوفيليك ستراكشر دي اللي بتاخد الهيماتوكسلين وبتتصبغ باللون البلو اللي هو اللون الازرق. طيب الايوسين نفس الفكره، ده اسيدك بيروح للستراكشر البيزك، فتبقى اسمها اسيدوفيليك، او هي اسمها صبغه ايوسين فيبقى اسمه ايسينوفيليك. يبقى الايسينوفيليك او الاسيدوفيليك ستراكشر دي اللي بتتصبغ بالايوسين وبيبقى لونها احمر. تمام. اللي هو ريد. طيب الهيماتوكسلين قال لي بيزوفيليك وبيبقى لونها بلو ازرق. البلو زي النيوكليوس اللي هي النواه بتاعه الخليه، والاحمر زي السيتوبلازم، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. طب بيقول لي هنا التايبس اوف الستيننج ميثود. قال لي في الجنرال ميثود اللي هي الهيماتوكسين انديوسين، وبصينا في الصوره اهي، الصوره دي نزلت في الصوره في الصفحه اللي قال لي الاسيدوفيليك ستراكشر اللي هو احمر زي السيتوبلازم زي ما انت شايف كده هنا، كل ده احمر اهو. احمر او بينك هما الاثنين واحد. تمام. بنفسجي او ازرق هما الاثنين واحد. طيب البيزوفيليك قال لي زي النواه، دي النواه بتاعت الايه، الخليه اهي، دي برضو نواه خليه، دي نواه خليه، دي نواه خليه، كل الانويه بيزوفيليك ستراكشر يعني لونها ازرق. طيب بيقول لي في عندنا سبيشال ستين. يعني ايه سبيشال ستين؟ يعني كل ماده، الليبيد مثلا ليها ماده بتصبغها، البروتين ليه ماده بتصبغها، الكربوهيدرات ليه ماده بتصبغها. فانا لو حطيت الصبغه في عينه ولقيت مثلا لون برتقاني ظهر، الصبغه دي كانت بتصبغ الكربوهيدرات بس، فهيبقى اللون البرتقاني اللي ظهر ده الكربوهيدرات. تمام. فدي اسمها سبيشال ستين بتاعت حاجه معينه وبس. في فيتال ستين بقى، والفيتال ستين هنا حاجه اسمها فيتال وسوبرا فيتال.
فيتال يعني ايه؟ يعني هصبغ الخليه وهي عايشه، تمام؟ مش هطلع الخليه بره واصبغها عشان احفظها واعمل لها فيكسيشن، لا ده انا هصبغها في جسم الانسان وهي عايشه. قال لي في فيتال وفي سوبرا فيتال. الفيتال قال لي ان انا بصبغ التيشو داخل الجسم، فاسمه فيتال. فيتال يعني حيوي لسه داخل الجسم. زي ايه؟ زي التاتو. الناس اللي بتعمل تاتو دي بتصبغ خلايا الجلد، فالصبغه ما بتروحش تاني بقى. او ان انا اصبغ الماكروفاج بحاجه اسمها تريبان بلو، تمام؟ يبقى التريبان بلو والتاتو دي فيتال ستي. في بقى صبغه تانية اسمها السوبرا فيتال. السوبرا فيتال يعني ايه؟ سوبرا دي يعني كانها فيتال، فكانها فيتال لان هي بتبقى برضه حيه وبصبغها وهي حيه، لكن هي دلوقتي خارج جسم الانسان، فبسميها السوبرا فيتال. زي الميتوكوندريا لما بتصبغ بصبغه اسمها الجونسون جرين بي، تمام كده؟ يبقى انا عندي الفيتال انسايد البودي، السوبرا فيتال زي الاوتسايد البودي. امثله للفيتال التاتوينج، تمام؟ هتلاقيها كده في الاختيارات دايما تاتوينج. طيب الهيستيوكيميكال ميثود بقى. الهيستيوكيميكال هنا كيميكال يعني ايه؟ تفاعل كيميائي. فهنا انا بعمل ايه؟ بجيب السبيسيمن، تمام؟ السبيسيمن فيها انزيم، يعني العينه اللي انا جايبها فيها انزيم، فاقوم انا رايح حاطط للانزيم ده ماده. الماده ده اهي لو الانزيم ده اهو اشتغل عليها، الماده ده هتدي لي لون وتبقى ملونه. فاذا اللون هنا جاي من الماده اللي انا حاططها، بس مش هتظهر غير لما الانزيم اللي انا عايزه يبقى موجود، تمام؟ فانا بكشف هنا عن انزيماتيك اكتيفيتي او كيميكال اكتيفيتي او كيميكال بروسيديور، تمام؟ بطبعا هيستولوجيكال سيكشن، ان انا ببص تحت الميكروسكوب اشوف اللون ظهر ولا لا، فلو اللون ظهر الانزيم موجود، تمام؟ في حاجه تانية اسمها الاميونو هيستيوكيميكال، ان انا بستخدم انتي بودي، بس هو مش كاتبها عندكم يعني، فبلاش لازم اننا نتكلم فيها. كده احنا خلصنا اول محاضرة هيستولوجي. يا ريت تشاركوا الفيديو لزمايلكم. المحاضرة خدت دلوقتي مننا حوالي 35 دقيقة، شيل مثلا منهم 5 دقايق كلام مقدمة وكده، فالفيديو او الشرح خد مننا 30 دقيقة. الحاجات دي كلها انا كان ممكن اقولها في 10 دقايق، اديك المهم والملخص السريع، وده اللي ان شاء الله هنعمله بعد كده. لكن انا عايز ابدأ معاك واحدة واحدة، فاننا ما نستعجلش. مش يعني خلاص قدامنا وقت ان شاء الله كويس، فنمشي واحدة واحدة لحد ما نقف على رجلينا، مش في المادة، لأن المادة سهلة وإن شاء الله هتقف على رجليك طول ما احنا مع بعض. لكن الفكرة إن أنت برضو لسه الدنيا مش، فما ينفعش أنا أخدك على الحامي ويلا محاضرة في 2 في 3 في 4 وكل محاضرة في ربع ساعة، فتلاقي نفسك في قعدت تسمعني مثلا ساعة ساعة ونص، لقيت نفسك مكوم 5 6 محاضرات، فما ينفعش. فأنت هتاخد نفسك واحدة واحدة. أظن كده المحاضرة دي أنت ما كنتش محتاج تقرأها، يعني لو قلت لك سمعها لي هتسمعها لي. ربنا يوفقكم إن شاء الله. الموضوع سهل وبسيط، ما تقلقوش. ويا ريت تشاركوا الفيديو لزمايلكم، وإن شاء الله انتظروا باقي الفيديوهات.